صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل ومهما كان ومهما كانت الظروف. عارفين إيه أكتر حاجة تأكد إن أنت واثق في ربنا؟ عارفين إيه أكتر حاجة ربنا بيحبها جدا وبتبسطه جدا وتخليه يرضى عنك؟ عارفين إيه أكتر حاجة بتبين إن أنت مش خايف على رزقك ومش قلقان وعارف إن رزقك مكتوب وكله جاي من عند ربنا؟ أكتر حاجة هي إن أنت تطلع فلوس لله، تتصدق، تطلع من كرم ربنا عندك وتستثمر مع ربنا. ربنا بيقول في القرآن حاجة جميلة جدا، كلام ربنا كله جميل، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وفي آيات تانية كتيرة ربنا اتكلم فيها على قد ايه هو بيحب الإنفاق ويحب ان انت تطلع، زي الآية بتاعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني انت تطلع من الحاجة اللي انت بتحبها وغالية عليك. آية تانية ربنا كمان قال وينفقونه حتى لو كان بهم خصاصة، يعني الخلاصة ان انت مش مجرد بتطلع فلوس لو انت غني او معاك فلوس كتير وبس، ده الاجمل لما تطلع وانت محتاج وتطلع من الحاجة اللي انت بتحبها. هو ده اللي ربنا بيحبه فعلا، واحنا عارفين الحد الادنى عند ربنا 10 اضعاف، والله يضاعف لمن يشاء. عايز ربنا يرضى عنك؟ طلع فلوس. عايز ربنا يبارك لك في مالك؟ طلع فلوس. عايز ربنا يوسعها عليك؟ طلع فلوس. عايز ربنا يحفظ لك ولادك؟ طلع فلوس. عايز ربنا ينجيك من الضيقة اللي انت فيها؟ طلع فلوس. ودي اجمل واحلى حاجة، ان انت تبقى محتاج وتطلع. النبي عليه الصلاة والسلام كان اكرم الناس، ومن اهم صفاته صفة حلوة أوي، أنه كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. فهي دي الصفة اللي ربنا بيحبها، هي دي الصفة اللي تأكد إنك واثق في ربنا. حتى لو طلعت آخر جنيه معاك لوجه الله، دي حاجة صعبة جدا، بس تكون واثق إن ربنا هيرجعه لك أضعاف مضاعفة. وفي الأيام الصعبة دي إنك تطلع فلوس أو تطلع حاجة أنت بتحبها لوجه الله، دي أحلى حاجة ربنا بيحبها. وتفرج عنك وشوف بإذن الله معجزات ربنا لما يرضى عنك هتبقى إيه، والسعادة اللي أنت هتبقى فيها. وصباح السعادة.